انا طالب مدرسه واريد استغل عطله نصف السنه واسد كل التراكمات اللي صارت عندي بالكورس الاول. زين شلون؟ اذا انت طالب وعندك تراكمات بالكورس الاول، او انت طالب وما عندك تراكمات بالكورس الاول، راح نعطيكم طريقه ونعطيكم خطوات تقدر تعتمدون عليها تضبطكم المواد. يعني اذا انت عندك تراكمات تضبطك التراكمات النقوصات اللي عندك بالكورس الاول، واذا انت ما عندك نقوصات او ما عندك تراكمات تقدر تعتمد عليها تقرا بها حاليا للمواد اللي بالكورس الثاني. يعني حتى من تبلش قدام كورس ثاني انت عندك معلومات وما راح تواجه صعوبه بالمواد. اوكي، فمبدئيا عطله نصف السنه انا مو ضد انه هي راحه لكم، اوكي انت لازم ترتاح فيها وهي راحه لك انت كطالب، بس مو تستغلها كلها انه انا لازم ارتاح بيها واقعد وافتر واروح خلاص انه انا كل وقتي اخليه بس للراحه. لا، لازم تفكر صح، لازم تستثمرها صح. شلون استثمرها؟ بعض خليني اقول لكم شغله. اذا انتم عندكم تراكمات، اوكي، فانا اجيب اول ما ابلش اقعد اقسم هاي التراكمات. انا كم تراكم عندي؟ كم ماده عندي؟ 4 مواد. هاي الاربع مواد بها كل وحده تراكمات. اجي على الماده نفسياتها، شوف الماده بيا فصل بيا موضوع التراكم اللي عندي وانا مثل ما قاري او ما بفتهمه، اجيب هذا الموضوع اذا كانت مسائل او اذا كانت شرحيات الخص هذا الموضوع تلخيص كامل. اذا كانت مسائل ابلش الخص القوانين، اوكي شكو قانون يختص بهاي المساله وشكو قانون يختص بهذا الموضوع انا الخصه بورقه. اوكي، الخص القوانين. اول شيء اذا انا ما افتهم هيك وما اعرف شلون الخص واشتغل لوحدي، اكو يوتيوب، فتروح لليوتيوب تطلع مثلا شرح فلان الموضوع، هذا الموضوع راح يشرح لك اياه، هذا الموضوع راح يشرح لك اياه من هو المدرس. انت شو تسوي ويا المدرس؟ تلخص بيدك ورقه وقلم. فبعد ما كملت تلخيص الموضوع رتبته كملته، وين تروح؟ تنتقل تروح الى قراءه هذا الموضوع، تبلش تقرا. يعني تحاول اول شغله اسوي جدول، ضروري ان تسوي جدول انت كم يوم باقي لك من العطله، وهاي العطله شوف كم موضوع او كم ماده عندك بتراكمات، تقسم هاي العطله على المواد. اوكي، بعدها ورا ما تقسم العطله على المواد، اوكي تبلش كل ماده شوف شنو التراكم اللي عندك بيه، تحدد هذا التراكم وتروح على اليوتيوب تطلع الشرح مالته وبلش لخص ويا المدرس شويه 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 شويه. على الاقل وان ما فهمته كليته، اوكي خل افهم من عنده جزء مثلا من هذا الموضوع، تفهم لك جزء احسن ما تروح من عندك هاي العطله بدون فائده. لانه انتم طلاب نظامكم فصلي، يعني راح تمتحن من بدايه الكتاب الى وين ما توصل نهايه السنه. مثلا راح تمتحن الكورس الاول الكورس الثاني، الماده راح تنجمع عليك. فاذا انت عندك بيه تراكم بالكورس الاول وراح يصير عندك بيه تراكم بالكورس الثاني، انت راح تواجه صعوبه بالاخير. يعني انت راح بالنهايه راح تمتحن 7 افصل اقل شيء او 8. فانت لازم بالبدايه تكون مضبط الكورس الاول، اوكي، وبالنهايه وبالكورس الثاني شد حيلك. فانت لازم بالبدايه تكون مضبط الكورس الاول وشد حيلك بالكورس الثاني حتى ما تواجه صعوبه. فعطله نصف السنه هي 50% منها راحه للطالب و50% منها للطالب اللي يريد يسد التراكمات، للطالب اللي يريد يسد النقوصات اللي عنده، للطالب اللي يريد يسترجع نشاطه، للطالب يقول انا اريد اطلع اعفاء واعتمد على درجات الكورس الثاني. فنصيحه حاول انه تشد حيلك بالكورس الثاني. نصيحه حاول انه تركز على مواضيع الكورس الثاني حتى ما تواجه مشكله بالماده. فاذا كان عندك نقوصات بالكورس الاول فحاول من هسه تبلش تسوي جدول كم يوم باقي لك، سوي جدول على عدد هاي الايام، وهاي الايام قسمها على كل ماده عندك بها تراكمات، وهاي الماده اللي عندك بها تراكمات ادخل صب الموضوع اللي عندك بيه تراكم وروح اما اشرح انت اقعد اقرا انت بينك وبين نفسك، اقرا وضبطه ولخصه، او تقول انا ما عندي الامكانيه اسوي هذا الشيء وما اقدر ما افتهم، فاكو حل ثاني اللي هو اليوتيوب. روح لليوتيوب طلع شرح هذا الموضوع، لخص هذا الموضوع، افهم هذا الموضوع، ادرس زين. يعني بدل ما اشوف لك مسلسله او اشوف مقاطعه وتضيع وقتك على التيك توك بفيديوهات هواي، حاول تخصص من وقتك فد ساعه، اكثر من ساعه ساعتين، اوكي، واستغل بعطله نصف السنه وضبط عندك كم ماده. الخص لكم الفيديو من الاخير. اول شغله حاول تسوي جدول، اول شغله حاول تسوي جدول على عدد الايام اللي عندك وخلي بها المواد. شغله ثانيه حدد المواضيع اللي عندك بها تراكم بالماده، وشوف يا ماده انه تواجه فيها صعوبه اكثر حاول تحدد مواضيعها وتقراها. الشغله الثالثه حاول تلخص هاي المواضيع، حاول انه تكتبها باوراق، يعني خل بند ورق مثلا انه فلان موضوع بمسائل، اكتب قوانين المسائل كلها بالورقه، الخص القوانين واكتب عليها ذاك ملاحظات اضبطها حتى اني من يتطرق بعدين طرق لفكره على هذا الموضوع، اوكي اقول انه بمسائل انا ملخص المسائل، هاي مساله تستخدم هيك، هذا قانون نستخدمه بهيك. انت راح تكون عندك فكره احسن ما تبقى والله انه هو انا قاعد عندي والله تراكمات ونقوصات بالفلان فصل فلان موضوع فلان مساله فلان قانون انا ما فاهم، اريد احد يفهمني. ليش تبقى معلعل هيك؟ انت بعد وراك انه كورس ثاني، فهذا الكورس الثاني راح تدخل الى مواضيع اعمق، راح تدخل الى مواضيع اكثر صعوبه يعني. فانت اذا عندك مشكله بالكورس الاول راح تواجه مشكله بالكورس الثاني، راح تثقل عليك الماده، راح تشوف صعوبه هواي قدامك. فنصيحه هاي العطله اللي بقت لكم من نصف السنه استغلها حتى لو شيء بسيط. انا ما قاعد اقول لك ضبط كل النقوصات وكل المواد ضبطها، لا،
حتى لو في جزء بسيط. اوكي، بدل ما انا اطلع واضيع وقتي ولازم تليفوني 24 ساعه وفلان حساب وفلان منشور وهاي ستوري وغيره وغيره من هالشغلات، ليش ما اقعد اخصص 5 ساعات باليوم؟ اذا باليوم تخصص 5 ساعات بين محاضرات على اليوتيوب، بين تلخيص، بين تقعد انت تطلع على السطح، تطلع بالحديقه، تطلع بفلان مكان، تقعد تقرا، صدقوني راح تفهمون الماده. واللي يقول عندي شغل وانا نص سنه اشتغل حتى عينيه لي وما اعرف شنو، ما اقعد. حتى لو انا اقول باليوم 5 ساعات، انت عندك اليوم ايش قد؟ اذا من الصبح تحسبها للمغرب، شوف كم ساعه خصص لك من هاي الساعات 5 واقرا بيهن، ضبط بين شنو بالليل او بالنهار. نصيحه لكم، العطله اللي يريد يجيب عفاء واللي يريد يضبط او اللي يريد ينجح بنهايه السنه بدرجات عاليه، خليه يضبط اما الكورس الاول او يشد حيله بالكورس الثاني. فهذا ملخص الفيديو، هذا كل محتوى الفيديو، انه انصحك شلون تقدر تستغل عطله نص السنه وشلون تقدر تقرا. ويا رب اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وادري انكم ابطال وما راح تقصرون وراح تشدون حيلكم وراح تستغلون هاي العطله صح، لانه انتم درستوا، انتم تعبتوا. وهي سنه، شوف انت لا تقول لي اكو راحه، ماكو راحه من يبلش الدوام من طلق المدارس بشهر العاشر، لا تقول لك راحه، لا تقول انا ارتاح لا، تعب ودراسه من بدايه الدوام الى ما تخلص اخر امتحان، كنت وزاري او كنت غير وزاري، اخر امتحان يخلص عندك قول انا هنا خلص انتهت هاي السنه ارتحت خلص، قول انا بعطله من سنه ارتاح بالجمعه بالسبت، لا تقول انا راحتي ايش وقت لما اخلص هاي السنه واستلم النتيجه بيدي انا ناجح وبالدرجات اللي ترضيني. فصدقني لما تحس نفسك انت خلصت امتحانات يعني بتعب وجاهدت وكانت معركه كبيره وتحس نفسك خلصت، صدقني راح يجيك شعور كلش حلو لما تشوف نفسك تعبت وسهرت ويومي الفجر تقعد وتقرا وشد حيلك وتخلص اخر امتحان، راح يجيك شعور كلش حلو ان انت يعني بعد هالمعاناه، بعد هذا التعب، بعد هذا السهر، بعد عادات الفجر اللي قاعد تقعد يومي الفجر ومحروم من نومه الفجر، كل هذا التعب راح يتعوض بعد ما تخلص الامتحانات وتطلع النتيجه مالتك بالدرجه اللي ترضيك. صدقني هذا كله راح يروح، كله راح ينسي بلحظه واحده انه تستلم النتيجه وفلان او فلانه ناجح وبافضل درجه والدرجه اللي انت تريدها. كل شيء راح تنسى، تعب السهر، القرايه، الراحه، الجايه، البرد، الطلعه، كل شيء راح تنسى، كل شيء مريت به من صعوبات راح تنساه بلحظه واحده اللي هي لحظه النتيجه والدرجه اللي ترضيك. فمستمعين من يقول لكم الله ينطيكم على قد تعبكم، يعني الله يجازيك على قد ما تتعب، على قد ما تتعب، على قد ما تسهر، على قد ما تقرا، على قد ما حارم نفسك من الطلعه، من الطبه، من المناسبه، من نومه الفجر، من كل شيء راح تتجازى عليه. فنصيحه لكم شدوا حيلكم واستغلوا هاي العطله، لا تقول انا عندي عطله من سنه ارتاح فيها وبعدها اشد حيلي، صدقني راح تتراكم عليك الماده، مثل ما غلطت وصار عليك تراكم بالكورس الاول لا تغلط غلطه ثانيه ويصير عليك تراكم بالكورس الثاني. فاستغلوها صح وفكر بها صح، ويا رب اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وانتم ابطال وقدها راح تطلعون من عندها. يا رب اتمنى لكم التوفيق والنجاح، تحياتي لكم.